السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيحس بفخر ان العالم افتكرنا خلاص من سنة 1930 بقى فيه هناك دولة عربية إسلامية. عشان كده انا حابب ابدا الاستوديو بتاعنا بآية قرآنية. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. اعرفونا واحكموا علينا كويس. بلد عربي اسلامي بينظم حدث كبير عالمي. اللي هيعرف قطر ويزور قطر هيقع في حب قطر. كاكا بقاله 3-4 ايام لابس عنابي. فشكرا لقطر، والعالم مدين باعتذار لقطر، وقطر ان شاء الله سوف تبهر العالم وسوف نفتخر بها كعرب وكمسلمين ان دولة عربية اسلامية تعتز بالهوية بتاعتها وبتقاليدها وبقوانينها. وامتى تقول امنع وامتى تقول خلاص اوكي عفى الله عما سلف. فنتمنى لها التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا لو اذا شفت حد او عرفت حد ان انت تقول له انت بحبك وادعي له. انا بحب قطر وبدعي لقطر ربنا سبحانه وتعالى يديم عليها الامن والامان، يديم عليها الرخاء، يحفظها من كل سوء. اللهم من اراد بقطر سوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من اراد بقطر خير فوفقه الى كل خير. امين ان شاء الله. ملاحظات الاستاذ البيت كابتن محمد ابو تريكه، اكبر خيمه في العالم، في رساله ايضا أن حجم طموحات الدول لا يقاس بحجمها الجغرافي أو بمساحتها الجغرافية. هذا الملعب يتسع ل60,000 متفرج. افتتح في 30 من نوفمبر عام 21 في كأس العرب، وفي ذلك أيضا رسالة أخرى قبل افتتاح كأس العالم بسنة من الآن. قطر بتقدم مجموعة من الرسائل المختلفة. الموضوع مش كأس عالم بس، الموضوع مش حدث رياضي، الموضوع أكبر من كده. الدولة بقى ب 12 سنة فازت ملف الاستضافة 2010. 12 سنة البلد في نهضة وتطور كبير. وخلي بالك يا محمد، حتى لو ما كانش موجود كأس العالم كانت النهضة دي هتبقى موجودة والرؤية موجودة. انتوا عندكم رؤية 2030. فوجود كأس العالم سرع الرؤية دي وسرع عملية المشاريع والبنية التحتية ومختلف. فده تحدي، كان تحدي كبير. واعتقد ان قطر كسبت التحدي. في خلال 12 سنة بنت كباري وجسور واستادات وبنية تحتية وبنت الإنسان، ربت الإنسان. القطريين من أفضل الناس اللي أنت تتعامل معهم. ناس متواضعين، متعلمين، مثقفين، تعاملهم باحترام، يشيلوك فوق راسهم. أنا بقالي 6-7 سنين اتعاملت هنا كأني بتعامل في مصر، كأني في بلدي. فدور المقيم ودور الزائر ودور القطري دوره مهم في نجاح البطولة. البطولة مش هتنجح بالدولة فقط ومؤسساتها، بكل من موجود على تكاتف الجميع طبعا على أرض قطر، سواء مقيم زائر. وتحترم القوانين، البلد هتشيلك فوق راسها. فأتمنى أنها تكسب التحدي. والبداية بداية الواحد متفائل بيها ومستبشر بيها خير إن شاء الله، على مستوى التنظيم، على المستوى الفني. اتكلم الكاكا على دايما في شهر يناير أو في شهر نوفمبر وديسمبر الفورمه بتاع اللاعبين بتبقى مميزه. نتكلم على كاس عالم ربما تكون الفرصه الاخيره لرونالدو وميسي اللي تسيدوا الكره العالميه من خلال 10-12 سنه الاخيره بالنسبه للبطوله. فالعديد من الرسائل موجوده. المستوى الفني المتوقع يبقى عالي. اتمنى بس ما يبقاش في اصابات تانية. شفنا اصابات بنزيما وغياب عن المنتخب الفرنسي وماني. فاعتقد ان احنا مقبلين على بطوله تاريخيه بالنسبه لنا. الحدث حدث رياضي ولكنه أكبر من ذلك، له أوجه عديدة. المنطقة الحالية، المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الإسلامية محتاجة نظرة مختلفة، محتاجة أن أنت تعرفها كويس عشان تقدر تتعامل معاها. كل الناس الموجودة تروح سوق واقف، تروح في كذا حتة مختلفة من قطر. اعرف قطر واستمتع بقطر، لأن هي في مناطق سياحية مميزة. فدعوة للاستمتاع ودعوة لأن أنت تتعرف على شعوب أخرى، على ثقافة أخرى، على أوجه مختلفة. فأتمنى الجميع إن شاء الله بصدر رحب وبصورة غير. انسى الصورة اللي أنت جاي بيها، انسى، هتشوف حاجة تانية وحاجة هتبهرك وهترجع تاني هنا. قطر والإكوادور في ركلة البداية للمونديال وأيضا المجموعات الأولى. قبل التفاصيل أرحب بمحلي بي إن سبورتس، وأبدأ ببطل كأس العالم 2002 وبالفائز بالكأس الذهبية وبالكرة الذهبية البالندور ريكاردو كاكا. محلل بي إن سبورتس، نجم البرازيل ميلان
وكذلك ريال مدريد. مرحبا بك معنا في بين سبورت. مساء الخير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم في دولة قطر، هذا البلد الجميل الذي يحتضن هذه الفعالية الجمالية. لازلت أو أنا تحت التوتر والضغط وأنتظر بشغف المباراة الافتتاحية، ومرة أخرى أشكرك على حسن الاستضافة. اللون البدلة والكرافتة صدفة ولا هو نوع أيضا من التعاطف مع قطر في استضافة كأس العالم؟ نعم، أنا ارتديت هذه البدلة لكي أقول شكرا لكل القطريين، ولكي أؤكد على دعمي لدولة قطر، ولكي أعبر عن حبي لكرة القدم. وكل من يعرفونني اليوم أنا ارتديت هذه البدلة لكي أشرف وأشكر دولة قطر. نرحب بكاكا ونرحب برودريغو شقيق كاكا الذي تواجد معنا هنا في الاستوديو دعما لشقيقه وأيضا مرافقة لشقيقه في كل مشواره الكروي. ورودريغو هو السبب الرئيسي في تسمية كاكا بهذا الاسم، لأن اسم كاكا غير موجود في جواز كاكا، هو اسم الكنية، لأن رودريغو عندما كان صغيرا لم يستطع أن يلفظ ريكاردو، كان يقول كاكا، والتصق هذا الاسم بريكاردو كاكا. ورحب أيضا بإبراهيم خلفان نجم الكرة القطرية السابق محلل بي إن سبورت. وكاكا يعني بمشواره وإنجازاته خجول، يذكرني بوتريكا في بداياته في 2014 لما كان معنا في كأس العالم قبل يكشر عن النيابة بعد ذلك. نعم صحيح. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا محمد على المقدمة. هو الواحد دائما بحاجة إلى وقت لغاية ما يأخذ على الأجواء العامة. يمكن بطريقة الآن أخذ على الأجواء واعتاد على الشكل العام، صار يخوفنا الحين كذا. بالتأكيد. شكرا محمد، جمعتونا مع أساطرة كرة القدم كاكا وأيضا بطريقة، وسعيد بأن أكون معك في هذا الاستوديو الافتتاحي لكأس العالم مونديال قطر 2022. ونحن نسعد باستضافة إبراهيم خلفان أسطورة الكرة القطرية صاحب الميدالية الفضية لكأس العالم عام 81، ومن فاز في نصف النهائي على منتخب البرازيل وصولا إلى مباراتين. دعونا الآن ندخل في كرة القدم بعد هذه المقدمة الجميلة من محمد أبو تريكة كالمعتاد. نذكر بالمباراة الافتتاحية لهذا اليوم الوحيدة في افتتاح كأس العالم الذي يقام للمرة الأولى يوم الأحد منذ عام 82 عندما خسرت الأرجنتين حاملة اللقب في إسبانيا، تحديدا في برشلونة، المباراة الافتتاحية. إذن هذا هو جدول اليوم: سجل افتتاح قطر والإكوادور، نبض الجماهير، ثم المساء الرياضي نختتم به تغطية بي إن سبورت لهذا اليوم الكبير في افتتاح مونديال فيفا قطر 2022، مع التذكير بأن كاميرات ومراسلي بي إن سبورت وتغطية كبيرة تنتظركم طوال هذا اليوم منذ الصباح الباكر واستمرارا بإذن الله تعالى إلى ختام هذه الأمسية مع كل هذه الكوكبة من نجوم بي إن سبورت، من مراسلي بي إن سبورت في مختلف مناطق هنا في دولة قطر وأيضا حول العالم، لتغطية نتمناها أن تليق بإذن الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.